السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، كل عام وأنتم بخير. معكم مستر عيسى العدوي. إن شاء الله هبدأ في شرح منهج العلوم. يا رب تكونوا بخير، وإن شاء الله كده ربنا يوفقنا ويوفقكم ونوصل بيكم لأعلى الدرجات بإذن الله في محتوى الترم الثاني. على محتوى الترم الثاني محتوى سهل وجميل، مفيش فيه أي مشاكل، بس زي ما قلت لك قبل كده دائما التدريب يصنع الإتقان. فمحتاج منك تكون مركز وتذاكر أول بأول وتسمع كلام أساتذتك مدرسينك وتلتزم باللي عليك وتأدي الصلوات بتاعتك، وربنا إن شاء الله كده ما بيضيعش تعب حد. فندخل على المنهج كده سريعا بدون ما نطول في المقدمة عشان ما تزهقش مني. أول درس معانا درس اسمه الفلزات ولا فلزات. بس محتاج منك كده افتكر معايا شوية معلومات أخدتهم في الترم الأول. كان عندنا حاجة اسمها الجدول الدوري. كان إيه هو الجدول الدوري؟ كان عبارة عن عنصر رتبت فيه العناصر ترتيب تصاعديا حسب الزيادة في أعدادها الذرية، زي ما قال جدول مندليف، زي ما قال جدول موزلي معلش. رتبنا فيها العناصر ترتيب تصاعدي حسب الزيادة في أعدادها الذرية، وكذلك نفس الفكرة اللي ترتبت فيها العناصر حسب الجدول الدوري الحديث. فكان العناصر اللي عندنا في الجدول الدوري بتاعنا كان عددها كلهم 118 عنصر. تمام. ال 118 عنصر مقسمين معانا لإيه؟ مقسمين معانا لأربع حاجات، لأن ال 118 عنصر كلهم مش شبه بعض. في مقسموا معانا الفلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خامله. يبقى عندنا اربع حاجات في الجدول الدوري، اللي هم مين؟ الفلزات، واللي هم اللافلزات، واللي هم الاشباه فلزات، واللي هم الغازات الايه؟ الخامله. طيب السؤال، ايه اللي خلى العنصر ده فلز؟ وايه اللي خلى العنصر ده لا فلز؟ وايه اللي خلى العنصر ده شبه فلز؟ وايه اللي خلى العنصر ده غاز خامل؟ قال لك والله بكل بساطه ده كلها بترجع على حسب التوزيع الالكتروني للعنصر نفسه. طيب توزيع الكتروني يعني ايه؟ يعني افتكر كده معايا حاجه اسمها مستويات الطاقه. طب هم كانوا كام مستوى طاقه؟ كانوا سبع مستويات. ايه هم؟ كان كي، ال، ام، ان، او، بي، كيو. دول كام مستوى طاقه معانا؟ دول سبع مستويات الطاقه اللي كنا بنختصرهم في كلمه كلم نوبك. كلم ايه؟ نوبك. تاخد كل حرف مع كل رمز منهم يمثل لك الايه؟ ايه المستويات بتاعتك. طيب احنا بقى هنشتغل ايه على ايه موضوع الدراسه بتاعنا في الترم الثاني ده؟ والله موضوع الدراسه هتاخد الفرق بين الفلزات واللافلزات. تاخد الفرق بين مين؟ بين الفلزات واللافلزات. طب ازاي؟ بص يا سيدي، احنا قلنا العناصر اللي معانا كام عنصر؟ كلهم 118 عنصر. ال 118 عنصر فيهم كام حاجه؟ فيهم اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ فيها الفلزات واللافلزات والاشباه الفلزات والغازات الخامله. قلنا شغلنا هيكون على مين؟ على الفلزات وعلى اللافلزات. طيب نميز بينهم ازاي الفلزات واللافلزات؟ والله هتلاقي الامور بالنسبه لك سهله مش صعبه. اول حاجه عندنا كان عندنا الفلزات اهي، واللافلزات واشباه الفلزات والغازات الخامله. طب يا مستر انا عايز حاجه كده تعرفني ايه العنصر ده فلز ولا لا فلز. اقول لك يا سيدي بكل بساطه وزعه. تمام. وبص للتوزيع الالكتروني بتاعك فيه ايه. يعني مثلا هدي لك كده مثال. لو قلت لك عنصر زي الكي عدده الذري 19، طب ما توزعه معايا كده. هتقول لي 2، 8، 8، 1، يبقى اخرك كام الكترون؟ واحد. طيب هقول لك عنصر زي الاكسجين مثلا O8، وزع معايا. هتقول لي 2، 6. ادي لك عنصر كمان زي وليكن الارجون، وزعت عدد ذري 18، وزع معايا. هتقول لي 2، 8، 8. طيب نستفاد من كده ايه؟ قال لك والله بكل بساطة، بص يا سيدي ده اخره كام؟ واحد. طيب ده اخره كام؟ 6. وده اخره كام؟ 8. ما انت كده هقول لك انا بعد شويه ان العناصر اللي يحتوي مستوى الطاقه الاخير لها على واحد او اتنين او تلاته تسمى فلزات. تسمى مين؟ فلزات. طب العناصر اللي اخرها خمسه او سته او سبعه هتسمى لا فلزات. طيب العنصر اللي اخره 8 او اتنين في المستوى الاول هتكون غازات خامله. هتكون غازات ايه؟ خامله. طب هتقول لي في حاجه ما قلتهاش اسمها اشباه الفلزات. اقول لك لا، اشباه الفلزات لا تخضع للقاعده بتاعت اللي هي عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. يعني ممكن يكون اخره اربعه اقول لك شبه فلز، ممكن يكون اخره اربعه اقول لك ده لا فلز عادي. تمام كده ولا مش تمام؟ ممكن يكون اخره ثلاثه اقول لك ده شبه فلز. يعني اشباه الفلزات لا تخضع للجزئيه دي اللي احنا عايزينها. وبناء عليه اول حاجه معانا حاجه اسمها مين. يبقى كده نرجع للمثال بتاعنا ده. هتقول لي ده فلز عشان اخره واحد.
طيب ده اخره 6 يبقى لا فلز. طيب ده اخره كام؟ 8 يبقى ده غاز خامل. ده غاز ايه؟ خامل. تمام؟ طيب نكمل بقى شغلنا. اول حاجه معانا هندرسها اسمها الفلزات. اسمها الايه؟ الفلزات. إيه اللي بيميز الفلزات عن غيرها؟ قال لك والله اللي بيميز الفلزات عن غيرها ان اول حاجه فيها مستوى الطاقه الاخير لها للذرات بتاعتها بيحتوي على الكترون او اتنين او ثلاث الكترونات. زي مثلا الصوديوم توزيعته 2 8 1 اخره كام؟ 1 يبقى ده فلز. زي المغنيسيوم 2 8 2 يبقى ده فلز برضه. تاني حاجة تميز الفلزات معانا إن كل العناصر بتاعتها عناصر تكون في الحالة الصلبة. في الحالة الإيه؟ الصلبة. ما عدا الزئبق بيكون في الحالة السائلة. ما عدا الزئبق بيكون في الحالة مين؟ السائلة. طيب بالراحة كده يا مستر، هو إحنا عندنا المادة ليها كام حالة؟ افتكر معايا كده. 3: صلب، سائل، غاز. صلب، سائل، إيه؟ غاز. وبناء عليه الصلب والسائل والغاز دول ودي تمثل حالات المادة. أيوه. الفلزات بتوجد فين في الجزئية دي كلها؟ تقول لي والله يا مستر بكل بساطة الفلزات بلاقيها كلها مواد صلبة. كلها مواد إيه؟ صلبة. بس لكل قاعدة شواذ هلاقي عندها عنصر واحد اسمه السابق. ده بيكون يتواجد في الحالة مين؟ السائلة. يتواجد في الحالة الإيه؟ السائلة. يبقى لما نيجي كده عشان نحط لك سؤال في الامتحان، كم عدد الحالات التي يمكن أن تتواجد عليها الفلزات؟ اتنين ولا ثلاثة؟ هتقول لي اتنين يا مستر كلهم صلب ما عدا الزئبق بيكون ايه؟ سائل. تالت حاجه معانا ان كل الفلزات لها بريق معدني. لها بريق ايه؟ معدني. يعني كلها عندها كده تتميز باللمعان والظهور في اللون بتاعها. زي الصوديوم، مغنيسيوم، نحاس، خرسين، فضه، ذهب، ألمونيوم. كل الحاجات دي بالنسبه لنا بتكون ليها لمعان او بريق. واحد كده هيسأل يقول لي ايه؟ طب يا مستر انا مثلا جبت مسمار من الحديد لسه شاريه دلوقتي، لسه ما زال محتفظ باللمعه بتاعته. بعد اسبوع 10 ايام لقيته كده اللمعه بتاعته اختفت. راحت فين؟ اقول لك لا، هنا اتكون على الحديد طبقه بنيه هشه بيسموها علميا صدأ الحديد. صدأ الايه؟ الحديد، المركب المعروف باسم اكسيد الحديد. تمام كده؟ يعني الحديد اتكون عليه طبقه من الصدأ بسبب تفاعله مع مين؟ مع اكسجين الهواء الموجود فين؟ في الجو. تمام كده؟ يبقى اللمعه بتاعته اختفت ليه؟ عشان عمل لك مين؟ الصدأ بتاع الحديد ده. الجزء اللي بيميز الفلزات برضو قابليتها للطرق والسحب والتشكل. يعني ايه قابليتها للطرق والسحب والتشكيل؟ يعني ممكن واحد يمسك قطعة حديد كبيرة يصنع منها عربية مثلا أو سيارة أو بيت أو شباك أو سكينة أو أي حاجة من الحاجات اللي فيها حديد بتشوفها قدام عينينا. يبقى يمكن تشكيلها. يمكن تشكيلها بكل بساطه. يمكن سحبها. يعني ايه سحبها؟ يعني ممكن زياده حجمها. زياده حجمها. ايه المشكله؟ طالما هي اصلا مواد، لان بطبيعه الحال الفلزات بتكون مواد لينه، يعني ممكن تشكلها زي ما انت عايز مش هتتكسر معاك. تمام كده؟ يبقى كده عناصر تقبل الطرق والسحب والتشكيل زي الحديد، النحاس، والالومنيوم. كمان بتكون جيدة توصيل الحرارة والكهرباء. انت واحد كده عايز تعمل دايره كهربائيه، تيجي هنا كده ادي البطاريه تعتبر مصدر الكهرباء، وعندك هنا المصباح اللي بنستدل منه على مرور تيار كهربي. بستدل منه على مرور تيار ايه؟ كهربي. طيب الكهرباء اللي في البطاريه دي عشان توصل للمصباح مش محتاجه سلك تمشي فيه؟ قال لك محتاجه سلك تمشي فيه. خلي السلك من النحاس. خلي السلك منين؟ من النحاس. اللمبه هتنور ولا مش هتنور؟ هتنور. وكمان عدت على شريحه من الخرسين، اللمبه برضو هتنور. طب تعالى هنا كده، حط مثلا قطعة بلاستيك. شيل شريحة الخرسين وحط قطعة بلاستيك. حط قطعة كبريت. حط قطعة فوسفور مثلا. هتلاقي كل الحاجات دي اللمبة مش هتنور. ليه؟ لأن هندرس بعد شوية إن اللافلزات لا توصل الكهرباء. طب يا مستر أنت بتقول لي كده وصلت كهرباء، فين الحرارة اللي وصلتها؟ يا سيدي بكل بساطة امسك كده مسمار وحطه كده على شعلة البوتاجاز، وامسك الناحية التانية الطرف بإيدك. هتلاحظ إن الحرارة بدأت توصل لإيدك. تمام ولا مش تمام؟ تمام. يبقى كده في حرارة وصلت عندك ولا مفيش؟ في. يبقى الفلزات تتميز بالقدرة على نقل أو توصيل الحرارة والإيه؟ والكهرباء. تالت حاجة معانا إن درجة الانصهار بتاعتها بتكون مرتفعة. درجة الانصهار بتاعتها إيه؟ مرتفعة. يعني إيه؟ يعني باللغة بتاعتنا لو أنت معاك قطعة حديد عايز تشكلها فهتعمل لها إيه؟ هتبدأ تسخنها. تمام. طب هي عشان تسخن وتسيح، باللغة بتاعتنا بنقول عليها انت سيحت الحديد. طيب سيحت الحديد ده يبقى محتاج درجة حرارة كبيرة ولا صغيرة؟
اسمع، هتقول لي درجة حرارة كبيرة، درجة حرارة ايه؟ كبيرة. طب طالما درجة الحرارة دي كبيرة يبقى درجة الانصهار مرتفعة ولا منخفضة؟ يبقى درجة انصهارها مرتفعة، درجة انصهارها ايه؟ مرتفعة. طيب واحد كده مركز يجي يسألني سؤال، هل كل الفلزات تتميز بدرجة انصهار مرتفعة؟ هي كلها مرتفعة، ده أول حاجة. بس السؤال، هل كلهم ليهم نفس الدرجة؟ أقول لك لا، هنا الوضع يختلف معايا. الوضع يختلف معاك إزاي؟ بص كده معايا كده بكل بساطة، اللي هي جت لوحدها، هي في آخر الدرس بس هنتكلم فيها هنا دلوقتي. لو اديتك مثلا عنصر زي الصوديوم Na 11، وهاجي هنا اديلك عنصر زي المغنيسيوم 12، وهديلك عنصر زي الألمنيوم 13، عايز كده حد شاطر يوزع معايا؟ تقول لي يا مستر اهو، العنصر الأول الصوديوم 2 8 1. طب مغنيسيوم 2 8 2. طب ألمنيوم 2 8 3. حلو كده ولا مش حلو؟ حلو. بس عايزك تاخد بالك من حاجة، ايه هي؟ ان عينك تروح على عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير، ده آخره كام؟ واحد. وده آخره كام؟ اتنين. وده آخره كام؟ تلاتة. طيب ايه برضو اللي عايز توصل له يا مستر؟ اقول لك عايز اوصل لك حاجة، ايه هي؟ ان كلما زادت عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير بين قوسين اللي هو التكافؤ، الكترونات التكافؤ، زادت درجة الانصهار. زادت درجة مين؟ الانصهار. تمام؟ يعني ده مثلا ممكن ياخد طاقة حرارية وليكن 50 درجة، هتلاقيه بدأ ينصهر. لكن ده لا، ده آخره 2، فمحتاج طاقة حرارية كتيرة جدا، ده بتوصل ل 650 درجة. طيب هنا زاد الكترون توصل ل 660 درجة. يبقى كده كلما زادت عدد الالكترونات مستوى الطاقة الأخير بيزداد معاها مين؟ درجة الانصهار، بتزداد معاها درجة الايه؟ الانصهار. كده بكل بساطة كان كل المتعلق بالفلزات عندك في المحتوى بتاعك. تمام؟ الموضوع سهل وبسيط، بس عايز منك حبة تركيز، حبة مذاكرة، هتلاقي الأمور بالنسبة لك أسهل مما تتخيل بمراحل. نشوف الجزئية اللي بعد كده بتقول إيه؟ تاني حاجة معانا الفلزات. بص يا سيدي، برضو اللافلزات عشان تحدد نوع العنصر هل هو فلز ولا لا فلز لازم ترجع للتركيب الالكتروني بتاعه. تمام؟ طيب التركيب الالكتروني بتاعه يعني ايه يا مستر؟ يعني يا سيدي بكل بساطه، بص كده هدي لك عنصر زي وليكن ادي لك 3 عناصر، وعايز اوصلك لفكره كده انت توصل لها من نفسك لما تشوف التوزيع قدام. اقول لك مثلا عنصر زي الكلور عدده الذري 17، واقول لك عنصر زي النيتروجين عدده الذري 7، وادي لك عنصر زي الاكسجين عدده الذري 8. وعايز كده حد شطور من رجاله اولى اعدادي يوزع لنا العنصر ده كده واحده واحده وبالراحه. 17، يلا كده نوزع مع بعض. المستوى الاول بياخد 2، المستوى الثاني اخد 8، فضل كام من ال 17؟ 7. يبقى المستوى الثالث مع 7 الكترونات. طب تعالى النيتروجين سهل اهو، المستوى الاول اخد كام؟ اخد 2 الكترون، فضل كام من السبعة؟ 5، ادي الخمسة بتوعك. المستوى الثالث في تالت والمستويات كده كده اوريدي موجوده، بس انت مش معاك الكترون توديها لها. تمام؟ يبقى الالكترونات تتوزع على حسب المستويات، تاخد الكترونات على حسب عدد الالكترونات الموجوده عندك. تمام؟ ادخل بقى معايا على العنصر الثالث اكسجين 8، توزيعته 2، فضل كام من الثمانية؟ 6، ادي الستة بتوعك. تمام كده؟ طب يا سيدي بالراحه كده وعلى الهادي، المستوى الأول معاه كام إلكترون؟ المستوى الأخير أنا معاه كام إلكترون؟ 7. طيب هنا معاه كام؟ 5. طيب ده معاه كام؟ 6. يبقى إيه نوعهم؟ فلزات؟ لا مش فلزات. طيب غازات خاملة؟ لا يا مستر مش غازات خاملة. ليه؟ لأن حضرتك قلت لنا إن الفلزات آخرها 1 أو 2 أو 3. تمام؟ طب الغازات الخاملة آخرها كام؟ آخرها 8. ده ما فيش لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا في 8، يبقى دول بالنسبة لنا يمثلوا إيه؟ يمثلوا لفل الذات. يمثلوا إيه؟ لفل الذات. يبقى أول حاجة تطلع بيها معايا هنا
إن اللافلزات عناصر يحتوي مستوى الطاقة الأخير لها على 5 أو 6 أو 7 إلكترونات. ركز، المستوى الطاقة الأخير. تاني حاجة، عناصر بتتواجد في الثلاث حالات بتوع المادة اللي هم إيه؟ حد يفكرني بيهم؟ صلب، سائل، غاز. طيب كل العناصر الصلبة فيها زي الكربون والكبريت، زي الكربون ومين؟ والكبريت. الرموز بتاعتهم ما تنساش، سي وكبريت اس. غازية زي الأكسجين والنيتروجين. سائلة مثل البروم. سائلة مثل مين؟ مثل البروم. وزي ما عندك أنت الزئبق هو الفلز السائل الوحيد، عندنا برضو البروم هو اللافلز السائل مين؟ الوحيد. يبقى نسألك سؤال، كم عدد الحالات التي يمكن أن تتواجد عليها اللافلزات؟ واحد ولا اتنين؟ لا يا مستر، ده لا واحد ولا اتنين، دول ثلاث حالات. دول كم حالة؟ ثلاث حالات. تمام؟ كذلك ليس لها بريق معدني، يعني عناصر كده معتمة، عناصر كده بتكون ايه؟ معتمة، فلذلك بنقول عليها ليس لها بريق ايه؟ معدني. ماشي. السؤال الجزئية اللي بعد كده، الحاجة الثالثة اللي بتميزها ان ليس لها بريق معدني، بتكون معتمة، وكذلك غير قابلة للطرق والسحب ومين والتشكل، بتكون عناصر هشة. تيجي تمسك الكبريت عايز تعمل منه اي شكل، لا يتكسر معاك. الفحم اي شكل برضو مش هتعرف تعمله منه، تمام، لان دي كده 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 اوريدي دي عناصر ايه؟ لا تقبل مين؟ التشكل، على عكس الايه؟ الفلزات. كذلك عناصر رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء، يعني لا بتوصل حرارة ولا بتوصل كهرباء. لذلك بتلاقي سلك النحاس متغطي طبقة من البلاستيك. طبقة منين؟ من البلاستيك، تمام. فبناء عليها مش بتوصل لك أي كهرباء، ما عدا عنصر واحد اللي هو عنصر الجرافيت. ده عنصر موصل جيد لمين؟ للكهرباء. موصل جيد لإيه؟ للكهرباء. وكذلك درجة انصهارها منخفضة، يعني أي درجة حرارة تبدأ تاخدها تبدأ إيه؟ تشتغل معاك وتتفكك معاك بكل إيه؟ سهولة. بص هنا الرسمة اللي جايبها لك دي، ادي بطاريه، ادي عندك هنا كده مصباح كهربي، تمام. يبقى ادي البطاريه، ادي المصباح الكهربي، ادي قطعه الخشب اللي معاك. اللي هنا كده كده اللمبه دي محتاجه تنور، صح؟ لا مش هتنور. ليه؟ عشان في عندك تقول لي مثلا في سلك نحاس اهو. أقول لك حبيبي ركز، في عندك سلك نحاس ماشي، ما اختلفناش، لكن في عندك هنا كده اهو قطعه من الخشب دي، والخشب دي اصلا مش بيوصل كهرباء. مش بيوصل ايه؟ كهرباء. تمام كده ولا مش تمام؟ في حاجه واقفه معاك؟ عايز حد كده مركز يقول لي يعني ايه او هي خواص الفلزات بسرعه مع نفسك. تقول لي والله امم بالظبط. اول حاجه، عناصر يحتوي مستوى الطاقه الاخير لها على 5 أو 6 أو 7 الكترونات. ممتاز. عناصر ممكن تكون صلبه او سائله او غازيه. صلبه زي الكربون، غازيه زي الاكسجين والنيتروجين، سائله زي البروم. كذلك عناصر لها بريق معدني معتمة، وكذلك عناصر لا تقبل التشكل، يعني غير قابلة للطرق والسحب والثاني والتشكيل وكل الليلة دي. عناصر دي توصيل الحرارة والكهرباء ما عدا عنصر واحد، العنصر الجرافيت اللي هو الكربون. ده يكون موصل جيد لمين؟ للكهرباء. عناصر درجة الانصهار بتاعتها بتكون منخفضة. ماشي. نشوف الجزئية اللي بعد كده. الجرافيت يدخل في صناعة العمود الجاف، اللي هو الأعمدة، اللي حجارة الرمود اللي عندك، البطاريات، عشان موصل جهد الكهرباء. وده بيكون العنصر اللي فيه استخدام لمين؟ للعناصر اللافلزية. عناصر الايه؟ اللافلزية. وهذه المقارنة بتاعتك بين الفلزات واللافلزات. خد معلومة كده إضافية. تعتبر الفضة أكثر الفلزات توصيلا للكهرباء وقابلية للطرق والسحب، ولكنها أقل استخداما من النحاس. ليه؟ عشان التكلفة بتاعتها بتكون أعلى. بمعنى أنت محتاج تعمل سلك كهرباء، تصنعه من النحاس ولا من الفضة؟ هو اوريدي النحاس ينفع والفضة تنفع، لكن مش هتجيب كده مثلا سلك كهرباء واروح كده تروح تشتري كهرباء للشقة بتاعتك، يروح يقول لك أصل لفة السلك عندي ب 10000 جنيه. تقول له ليه يا عم الحاج؟ يقول لك أصل دي مصنوعة من الفضة. يا سيدي مش عايز فضة. تمام كده ولا مش تمام؟ يبقى نصنعها منين؟ من النحاس. طب نصنعها من النحاس ليه بقى؟ عشان النحاس بيكون موصل للكهرباء، وفي نفس الوقت التكلفة المادية بتاعته بتكون ايه؟ بتكون أقل بكتير من الفضة. تعالى كده نشوف السؤال ده بيقول ايه. الجدول التالي يوضح بعض خواص العناصر: العنصر W والعنصر X والعنصر Y والعنصر Z. الحالة الفيزيائية: العنصر
دبليو بيكون صلب. توصيل الكهرباء رديء التوصيل، اللون ملون. ماشي. طيب العنصر اكس، الحالة الفيزيائية له بيكون صلب، جاد التوصيل واسود. جاد التوصيل وايه؟ واسود. العنصر واي غاز، توصيل الكهرباء رديء التوصيل، عديم اللون. العنصر زد سائل وجيد التوصيل وملون. جيد التوصيل وايه؟ وملون. هو عايز العناصر بتاعتك دي. تمام. اول حاجه بقول لك الدبليو هل هو كبريت، والواي هيدروجين، والزد بروم. اه وصلت لحاجه. هو الزد البروم صح كده، بيكون واخد اللون الوردي. طب نشوف الاختيار به. دبليو كبريت. اه الكبريت واجد في الحاله الصلبه. ماشي. طيب الواي غاز. اه الواي هيدروجين، ما الهيدروجين غاز. الزد زئبق. اه لونه فضي يبقى ملون. يبقى اذا الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ب هو اللي صح، لان العنصر. تمام. طب نشوف بقيه الاختيارات. اكس ده هيكون كربون وصلب وجاد التوصيل واسود. ماشي. طب الواي اكسجين. اه وغاز. طيب الزد زئبق. اه دي الاجابه الصح بتاعتنا يا جماعه، صح من الاولانيه، يبقى جيم هي الايه، هي الاختيار الصح بتاعنا. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها الرابطه الفلزيه. الرابطه مين؟ الفلزيه. نقولها دلوقتي ولا نعملها في فيديو تاني عشان الناس ما تزهقش؟ لا نبقى نعملها في فيديو تاني عشان نخلي الفيديو التايم بتاعه صغير. تمام. وتبدا ايه، تراجعه كده، تسمع، تقدر تسمعه مره واتنين وتقف على كل كلمه فيه. وان شاء الله المره الجايه اكمل لك الرابطه الفلزيه، واكمل لك الدرس بتاعك، وهبدا احل لك كل الاسئله اللي عليه. تمام. فما تنساناش باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، ويا ريت تكتب كومنت كده، لان ده يعتبر من اول الفيديوهات الفعليه اللي بنرفعها سنه اولى اعدادي. فكده محتاجين منك دعم، خلينا نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس، وربنا كده ييسر الامور بالتوفيق ليكم ان شاء الله. دمتم موفقين.